بسم الله الرحمن الرحيم. أيها المشاهدون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله أوقاتكم بكل خير، وأهلا ومرحبا بكم إلى قناة سلام الإعلامية المباركة. أحييكم تحية الإسلام الخالدة، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمعنا وإياكم دوما على خير وفي صحة وعافية. يقول المولى سبحانه وتعالى في محكم تنزيله: لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين. صدق الله العظيم. بهذه الآية المباركة نبدأ البرنامج ونختتم بها، وكلنا سعادة وحبور إن شاء الله. أيها الإخوة والأخوات، كما تابعتم في الحلقة السابقة، كنا مع الشامخات، ولا نزال سنواصل سيرتهن العطرة، وهي أمهات وأخوات مناضلات ثائرات إريتريات. سبقنا بعض الرجال وليس كل الرجال إلى ساحات الوغى والالتحام بالأرض والوطن والثورة. في الحلقة السابقة، وطبعا كما تعلمون، الشامخات سيرة مبكرة للمناضلات الإريتريات أو للمناضلات إريتريات حقيقة. عندما نقول للمناضلات الإريتريات معناه كل المناضلات الإريتريات، لكن هي لمناضلات إريتريات نماذج. وللأخت العزيزة الصحفية سهير قندفل، أحييها باسمكم جميعا، وأقول لها هذه ملاحظة على الهامش: لمناضلات إريتريات نماذج. طبعا يعني سيرة عطرة. في الحلقة السابقة أيها الإخوة والأخوات، تحدثنا عن ثلاث من سيرة المناضلات: سعدية محمد، ونسرين كرار، والآن وكذلك تحدثنا عن سيرة جمعة عمر، أول من حملت السلاح. اليوم إن شاء الله سنبدأ الحديث بآمنة عثمان إبراهيم علي، أم كلثوم القوة والبسالة. وأنا سعيد جدا في هذه الحلقة رقم 169 أن أواصل سير هؤلاء الأمهات والأخوات. تقول الأستاذة سهير قندفل في هذا الكتاب الهام: أجريت هذه المقابلة مع المناضلة آدم عثمان إبراهيم علي الشهيرة بأم كلثوم، هكذا تسميها أو هي مشهورة بذلك. أجرت معها اللقاء في 12 من ديسمبر 2019، وتقول عنها إنها امرأة من نوع آخر، هادئة ومستمعة جيدا، ماهرة في عملها، متقنة لدورها، تقوم بكل ما هو مطلوب منها بدقة، وما أن تشعر بظلم أو تجاوز بحق مناضل أو شهيد حتى تنفجر وتثور كالبركان. وعندما تثور المرأة طبعا معروفة، يعني عارضت انشقاق الجبهة، وكانت تردد مقولتها المعروفة: الجبهة يد واحدة. ولكن ولدت المناضلة أم كلثوم عام 1937 في قرية عدكوكوي، بركة العال، طبعا عالي نهر بركة. ثم انتقلت إلى دقة دامر ضواحيها غردات. والدتها حواء آدم أبو بكر، وإخوانها وأخواتها آدم وعلي وزينب، وزوجها آدم جعفر همت، استشهد عام 1974. ووحيدتها بنت اسمها أم كلثوم، يعني كلثوم حقيقة، ولذلك سميت بأم كلثوم. ربنا يحفظها لك الأم العزيزة. وهي التي أخذت منها كنيتها. التحقت بالثورة أم كلثوم عام 1964، حيث تم تجنيدها من قبل المناضلة جمع بابور، وانضمت إلى كوكبة مناضلات مدينة أغردات أمثال جمع عبد الله، زينب محمد موسى، ست الصالح، سعدية محمد، عائشة إبراهيم، وجمع أكتي أو جمع أكتي، ورمانة صالح. رمانة صالح لها التحية والسلام. سنحكي عن سيرتها عقب حديثنا عن أم كلثوم. في ما يتعلق بالعمل والتنسيق بين النساء في أغرداد، قالت أم كلثوم:
كنا نعمل في مجموعات نطلق على المجموعة تشكيل، ويكون الانتساب إليها بحسب الأحياء السكنية. وكل تشكيل لكل تشكيل رئيسة تقوم بجمع الاشتراكات من العضوات. أما ما يتعلق بزاد الثورة والثوار، كانت كل عضو مكلفة بتحضير حقيبة، أي حقيبة مخلاية في بيتها. تبدأ الخطوة الأولى لتحضير طعام الثوار بالذهاب إلى السوق وشراء القمح، ثم غسله وتجفيفه وطحنه وخبزه، يعني عواز، على شكل رقائق، ثم تركه حتى يجف. وفي الأثناء نقوم بخياطة الحقائب المخلايات لكي نضع عليها رقائق القمح بعد تقطيعه إلى قطع صغيرة ونثر بعض السكر عليها. وتقوم كل واحدة بتسليم حقيبتها إلى رئيسة التشكيل. وكانت جمع عبد الله مسؤولة عن جمع حقائب الطعام وتسليمها للمندوب. وأذكر أيضا من المهام الأخرى التي كانت المناضلات ستة لصالح وجمع عبد الله وعائشة إبراهيم يذهبن إلى منطقة تكراريت بالقرب من مدينة أغرداد على ظهور الحمير، ويشترين كمية من الخضروات، وقبل ذاك يلتقين بالمندوب الذي يسلمهن بعض الأسلحة الخفيفة، فيقومن بوضعها في السلة تحت الخضروات ويعدن إلى مدينة أغرداد. ولو حدث واعترضهن البوليس، كانت حجتهن أنهن ذاهبات إلى زيارة سيدنا، يعني شيخ، يعني يطلق مسلمو إريتريا وشرق السودان لقب سيدنا على رجل الدين أو الفقيه. وهؤلاء الثلاثة كنا على صلة بالفدائيين، وكنت أجتمع معهن في بيتي، لأنه بعيد عن وسط المدينة، ولأن زوجي كان جنديا في البوليس الإريتري. وكنا إذا شعرنا بخطر نذهب إلى منزل جمع عبد الله، وفي المرات التي تكثر فيها التحركات كنا نذهب إلى منزل جمع أكتي التي كانت متزوجة بإريتري من أصول يمنية. وفي هذه الاجتماعات كانت تأتي إلينا المناضلة زينب محمد موسى، رغم أنها كانت في تشكيلة سعدية محمد وفاطمة وأخريات، إلا أنها كانت مكلفة بإيصال المنشورات إلى بعض المجموعات من ضمنها مجموعتنا. انظر عزيزي المشاهد إلى هذه الجسارة والبطولة الوطنية، وفيها قدر كبير من المجازفة واقتحام المخاطر. وكانت بركة كما هي معروفة رائدة الكفاح، وكذلك أبلت فيها النساء بلاء قويا في ذلك المضمار الوطني الكبير. أيها الإخوة والأخوات، هذه قناة سلام الإعلامية المباركة. فاصل قصير أيها السادة والسيدات، ونعود إليكم لنكمل الحديث في تلك السيرة العطرة لأمهات إريتريات. فكونوا معنا أيها السادة والسيدات. نعم أيها السادة والسيدات، عدت إليكم وقد خلعت سماعة الأذن، لأنه أثناء القراءة بتعمل لك إزعاج وتشويش، وأرجو أن يكون الصوت واضح لديكم أيها الإخوة والأخوات. لا زلت مع قناة سلام واستعراض جزء من هذا الكتاب عن الشامخات، سيرة مبكرة للمناضلات الإريتريات سهير جندفل. شكرا لك أستاذة سهير. كيف كان خروج المناضلة؟ أم كلثوم تقول في روايتها: غادرت أغردات عام 1967 متجهة إلى مدينة كسل السودانية، وكان خروجي لسببين. أولهما أن فدائيا اسمه إسماعيل نوراي كان مسؤولا عن إيصال الرسائل والتعليمات لكل المجموعات، كان يأتي إلى بيتي ويمكث معنا يوما أو اثنين، وكنا نقول عنه إنه تاجر باراشوت، يعني تجارة غير المرخصة، أي تهريب. كان قد سلم للإثيوبيين، وما أن انتشر الخبر، يعني هذا المقاتل إسماعيل، ويمكن نأتي ونحكي عن
تلك القصة إن شاء الله بعد أن نكمل هذا الملف الهام. كان مقاتلا شرسا، سلم إلى إثيوبيا، سلم للإثيوبيين، وما أن انتشر الخبر حتى عم المدينة سكون وترقب. وللأمانة التاريخية لم يش بأحد أو يسيء لمواطني أغرداد، ولكن بيتنا أصبح مراقبا. وقد تم استدعاء زوجي وسئل عن علاقتي بالرجل، فقال إنه يعرفه كتاجر فقط. أما ثانيهما فهو شروع قوات العدو، الأسباب التي دفعتها للخروج من أغرداد إلى مدينة كسل السودانية، الوطن العزيز. أما ثانيهما فهو شروع قوات العدو الإثيوبي الشهيرة بطور السراويت بحرق القرى المحيطة بمدينة أغرداد بمساعدة البوليس الإريتري. وكان زوجي يمتنع عن تنفيذ أوامر الحرق، وعندما تكرر ذلك منه انتبه إليه العدو وبدأ يشك فيه. وللعلم كان زوجي مجندا من قبل الجبهة، وقد أخبره أحد الأشخاص أن بيتنا وضع تحت المراقبة، فأمرني بالاستعداد للمغادرة وألا أحمل معي شيئا حتى لا أثير الشكوك. فقمت بجمع بعض النساء، أي نساء الريف، ووزعت عليهم كل ما أملك، وغادرت بحجة الذهاب إلى سيدنا للعلاج الروحاني. ثم تحركنا ليلا وسلكنا طرقا وعرة حتى نتجنب قوات العدو. وفي منتصف المسافة وجدنا شابا مختبئا بين الأشجار، وهو ابن مؤذن مسجد أغرداد، فأخذناه معنا. أعتقد هو ابن الشيخ إبراهيم اللي هو الشيخ أحمد رحمة الله عليه. ومن المواقف الطريفة كما تقول أم كلثوم التي حدثت معي عند وصولنا الحدود السودانية قرب قرية عواض، وجدنا جنود من الجبهة. نعم عزيزي المشاهد، تقول أم كلثوم: ومن المواقف الطريفة التي حدثت معي عند وصولنا الحدود السودانية قرب قرية عواض وجدنا جنودا من الجبهة يرتدون الزي العسكري، وكانت المرة الأولى التي أراهم في هذا الزي، فأصابني الرعب إذ اعتقدت أنهم من طور سراويت، يعني الجيش الإثيوبي. وبدأت أصرخ إلى أن تقدم أحدهم وهو المناضل محمد آدم جباداي، وقال لنا: لا تخافوا، نحن الجبهة. واستقبلونا وأخذونا إلى حلة شيخ إسحاق بكسلة. ثم جاءنا الشيخ محمد بن داود، هذا من الرعيل بالمناسبة رحمة الله عليه، واستأجر لنا بيتا في وسط المدينة، وفيه جاءنا المناضل آدم قندفل، رفقة المناضل أبو بكر عثمان شيخ، والسيد عرفه أني زوجة المناضل آدم جعفر. ثم تتحدث عن مرحلة العمل في مدينة كسلة، وهي سيرة مقتضبة يعني. تقول: فور وصولنا كسلة انخرطت في العمل الجبهوي، وكنت عضو في إحدى الخلايا، وكانت المهام بشكل عام تتلخص في جمع الاشتراكات وتأطير النساء. فكنت أذهب ومعي زينب محمد موسى وجمع عبد الله إلى الأحياء البعيدة مثل السواقي الجنوبية، اليوم طبعا قريبة جدا من المنطقة الغربية الشرقية، يعني المربعات وغيرها. والإريتريون كانوا هناك بكثرة يعني. لكن في ذلك العهد أن تبدأ من المنطقة الشرقية إلى المنطقة الغربية في السواقي الجنوبية يعني صعبة شوية. وحتى أبعد من ذلك إلى قرية الجيرة لندعو النساء إلى الانضمام لتشكيل المرأة. الجيرة دي من ضواحي مدينة كسلة، ريف يعني ريف كسلة، وكانت بها مدارس ابتدائية، مدرسة الجيرة الابتدائية. وكان معظم طلابها من الإريتريين، من الذين لجأوا، زي حضراتنا كنا في والشريفين مثلا، برضو 99% كنا من الطلاب الإريتريين في الداخلية يعني.
وكنا عشان كده نقول ذلك وطن يعني وكنا له كل تقدير واحترام، يعني كل تقدير واحترام. كنا يذهبن إلى منطقة الجيرة لندعو النساء كما تقول إلى الانضمام لتشكيل المرأة. وكنا نذهب أيضا إلى النساء اللاتي لا يستطعن الخروج بسبب تشدد أزواجهن، ونأخذ منهن الاشتراكات. كنا نتعرض لمضايقات وسخرية من المجتمع، مثل: أنتم ما عندكم رجال يلموكم؟ لا، ليس لديكم أزواج يمنعوكن؟ وكنت أتجاهل ذلك كما تقول أم كلثوم، ولكن عندما شعرت بالظلم اعترضت، وأذكر موقفين. الأول كان يوم 29 من كل شهر، حيث كان الاجتماع الجماهيري العام. وحدث أن بعض النسوة الملتزمات مع الجبهة ويدفعن الاشتراكات، واللائي فقدن أهلهن بسبب الحرب واللجوء، وكن يعشن لوحدهن أو لوحدهن، إلا أن بعض أعضاء الجبهة كانوا يرفضون منحهن البطاقة، أي بطاقة عضوية الجبهة، بحجة أن لهم بعض السلوكيات المشينة والفاضحة. فقررت التصدي لهم، وتحدثت في الاجتماع بصوت واضح، وضعتهم أمام خيارين: إما أن تمنحوهن العضوية، أو تستغنوا عن خدماتهن واشتراكاتهن، ما أثار بلبلة داخل الاجتماع بين معارض ومؤيد. أما الموقف الثاني، بدأت القصة عندما كنا في اجتماع عام في بيت المناضلة فاطمة محموداي بحضور بعض المسؤولين، ونشأ خلاف سياسي حول أربعة من المناضلين كانت الجبهة قد سجنتهم لأسباب مختلفة. الجبهة دي كان فيها سجون يعني قريبة لسجون العدو الإثيوبي. كذلك الجبهة الشعبية الثوار عندهم سجون لا يعلمها إلا الله، لأسباب مختلفة. وفي الاجتماع تم تناولهم بشكل سلبي، ما أثار حفيظتي، ولم أستطع التزام الصمت. فاعترضت بأن هؤلاء مناضلين مشهود لهم بالوطنية، وأعلنت خروجي عن الجبهة، وبرأت نفسي من القسم الذي أديته، مبررة ذلك بقولي إن الجبهة اليوم تسجن أولادنا. طبعا عندما ينضم أو تنضم أي مقاتلة، حتى في الخلايا هنالك قسم أقسم، هكذا يعني. تفاصيله ما ما نعرفه، لكن يعني بالله وباسم الشهداء وأن أكون وفية وبتاع، نحن نعرف قسم الجماعة الحاكمة في ساوى. طبعا ما في أقسم بالله والعياذ بالله يعني، أقسم باسم الشهداء وما بعرف. المهم القسم الموجود المعروف. تقول أم كلثوم: كان حديثي ثقيلا على معظمهم، لدرجة أنني وجدت بعض المناضلين وقد سبقوني إلى بيتي لحماية خشية مكيدة ما قد تدبر بحقي. فقد طلب مني من قبل البعض التراجع عن موقفي، لكنني تمسكت به واعتزلت العمل العام. وفي الأثناء رفع تقرير للمناضل عبد الله إدريس رحمة الله عليه القائد، وعندما علم بما حدث غضب غضبا شديدا، فقال: معها حق، لأن اختلافنا معهم، أي المسجونين، لا ينفي أنهم مناضلين. وأصدر قرارا يمنع التحدث عنهم في الاجتماع حتى يبت في أمرهم. أما أنا فقد عدت أما أنا عفوا فقد فقدت قدرتي على التحمل بعد 3 سنوات من الجلوس في البيت، وعدت مرة أخرى إلى العمل، ولكن هذه المرة مع اللجنة الثورية. اللجنة الثورية فصيل انشق عن الجبهة، آه، دون الدخول في تفاصيل يعني، لأنه لو دخلنا في التفاصيل حنقرأ يعني جراحات لم يندمل جراحها. كانت تلك أم كلثوم، وما أدلت به لأختنا العزيزة سهير قندفل، وهي المناضلة أم كلثوم آمنة عثمان إبراهيم علي.
الآن نأتي إلى أم المناضلين. أنا قلت حنتحدث عن رمانة صالح بعد أم المناضلين. أم المناضلين هذه هي السيدة بخيت عبد الله. بخيت عبد الله التقتها سهير بن دفل في 2 من مارس 2020. تقول: التقيت المناضلة القوية الواثقة من نفسها صاحبة العزيمة والإرادة الحديدية بخيت عبد الله، الشهيرة بأم المناضلين، وهي امرأة ثائرة ابتدعت فكرة ذكية للالتحاق بالثورة والخروج إلى الميدان، أي ميدان القتال. فبعد أن فشلت كل محاولاتها لتحقيق هدفها، خرجت من باب التمريض فحازت على لقب أم المناضلين. ولدت بخيت عبد الله في مدينة أغرداد. سبحان الله، يعني السير اللي قاعد نقراها دي كلها سير أغرداد، يعني عشان نعرف فعلا وهران إريتريا. وعندما كانت أغرداد وضواحيها والمحافظات عموما تدفع ذلك الثمن، كانت المرتفعات يعني فيها حراك لكنها هادئة وناعمة يعني. لكن كانت هنالك أيضا تحركات. ولدت بخيتة عبد الله في مدينة أغرداد، وتعود أصولها إلى قرية فانا. فانا دي بالقرب من قرية حجات بضواحي مدينة كرن وسط إريتريا. وفانا دي منطقة سخنة بالمناسبة، ولآل فانا وأهالينا لهم السلام والتحية، وآل حجات كذلك. توفي والدها أثناء هجوم لقوات الباندا الإثيوبية على مدينة بارنتو عام 1968. الباندا ديل يعني جيش ليس نظامي، ولكنه أقرب إلى أن يكون جيش نظامي، يعني زي ما تقول جيش شعبي يعني. لديها 5 إخوة، وهم عثمان الذي انقطعت أخباره منذ اختطفته العصابات الإثيوبية، وحسن وهو مقعد بترت ساقه إبان حرب التحرير جندي مقاتل، ثم بشير وهو كادر جبهوي منظم في اتحاد العمال، ثم صالح وجمال و4 أخوات. عن البداية تقول أمنا أم المناضلين الأستاذة بخيت عبد الله، تقول بخيت عن بدايتها: هنالك واقعة حدثت معي وأنا طفلة في مدينة بارنتو غرب إريتريا، حيث كنت أخرج في الصباح لجلب الماء. وفي إحدى المرات صادفت جنودا يسحبون أسيرا على الأرض، وقد أدميت ساقه، فأخبرت أبي بذلك، فهون علي قائلا: قد يكون مجرما أو ما شابه ذلك. ثم تكرر المشهد 4 أو 5 مرات قبل أن يشنق هذا الأسير. لاحقا عرفت أنه البطل محمد إيرا، له الرحمة. بعدها اشتدت المعارك، فغادرنا السودان، أي إلى السودان عام 64، وتوجهنا إلى منزل خالي بحي المرغنية في مدينة كسلة. وعرفت أن معظم البيوت هنا تستخدم كمكاتب أو نقاط التقاء، وقد كانت هناك اجتماعات دورية للخلايا. وأذكر من المناضلين الذين كانوا ينظمونها محمد علي فكي، شنقباي، ومحمود مرانت. تقول بخيتة، عمتنا بخيتة: بدأت أحضر بعض هذه الاجتماعات وأناقش وأفهم المتغيرات بالساحة. وبالرغم من أن حركة الثوار كانت في تزايد مستمر، لم يسمح للمرأة بالخروج إلى الميدان. وبنهاية العام، أي بداية 65، نظمت دورة تدريبية للكوادر الصحية، فالتحقت بها وتعلمت أبجديات التمريض بشكل مبسط وعلى أيدي ممرضين تعلموا المهنة بالممارسة. التحقت بالعمل معهم في العيادة. وعندما أقول عيادة فإنها ليست بالمعنى الحرفي للعيادة، إنما كانت عبارة عن غرفة صغيرة في منزل أسرة إريترية، وكنا نعمل فيها سرا. كنت طوال فترة عملي
هذه أتحين فرصة للخروج للميدان. وكنت أسأل في اجتماعات الخلايا: لماذا لا يسمح للنساء بالخروج؟ لماذا لا تحمل المرأة السلاح وتقاتل جنبا إلى جنب الرجل يعني؟ لم أجد إجابة شافية. كان كل ما هناك: انتظري سيأتي دوركن. هنا خطرت لي فكرة أن ألتحق بالميدان لوحدي عن طريق الساحل، يعني الساحل. وفورا تقدمت بطلب لنقلي إلى عيادة الجبهة في مدينة بور سودان شرق السودان، وتم ذلك. ذهبت إلى هناك، وكانت العيادة في حي ديمنور، وشرعت في العمل وأنا أفكر في كيفية الذهاب إلى الميدان. ولكن للأسف وجدت صعوبة أكثر مما تصورت، فعدت أدراجي بخيبة أمل كبرى. في كسلة تقول عمتنا بخيتة: عدت إلى العيادة مجددا، ولحسن حظي بعد فترة من وصولي صادف خروجي بعض المناضلين إلى الميدان، منهم المناضل عمر حاج إدريس، والشهيد باشميل، والمناضل ياسين صالح، وآخرون لهم الرحمة. فذهبت معهم بصفتي ممرضة فيما كنت أخطط لحمل السلاح. في الميدان لم تكن العيادات أو العيادة مكانا ثابتا، كانت عبارة عن حقيبة أحملها على ظهري أينما ذهبت. فقد كنا في حالة كر وفر، نعالج الجرحى والمرضى وتنتقل بينهم، وعيادتي لا تفارق ظهري. وقد كنت الممرضة الوحيدة وسط الممرضين الذكور، فلم تتح لي فرصة حمل السلاح وقتها. تواصل العمة بخيتة فتقول: كنا هناك بعض المهام، أي كانت هناك بعض المهام التي تسند إلينا من وقت إلى آخر، وأذكر منها اثنان أو اثنين حقيقة. الأولى: كنا نتمركز في جبل بالقرب من بلدة حجات وسط إريتريا، وكانت الجبهة هنا في تواصل مع مكتبها في مدينة كسل السودانية، بعيدة طبعا. ولكن لم تكن هناك أي أخبار عن مجموعة الجبهة التي توجد في الساحل، ساحل البحر الأحمر، وكانت تتواصل بدورها مع مكتب كسل. وقد كلفت بالذهاب إلى السودان وجلب معلومات عن الأوضاع في الساحل من مكتب كسل، وعلى الفور تحركت بدون توقف إلى أن وصلت وجهتي. بلغت كسلة، وكان في استقبالي المناضل حامد حسين ممثل الجبهة، وأخبرته بما طلب مني، وعلى الفور جمع المعلومات في ورقة واحدة وثناها أكثر من مرة، يعني لفاها كده، وضعها على أرضية حذائي من الداخل وخاطها. شوف شوف العمل الثوري ده كيف. ومن حسن حظي وجدت أشخاصا في طريقهم إلى قرية علي قدر الإريترية طبعا، بالقرب من الحدود السودانية. فذهبت معهم حيث كانت تقيم أختي مع زوجها الشرطي في البوليس الإريتري، فأخبرته أني ذاهب لزيارة عمي في بلدة حجات ليعزيه في وفاة ابنه. سألني: ومن أين جئت؟ قلت: من السودان. فوافق على ذهابي، وأوصى بي زميله برتبة جاويش. وقد كان ذاهبا إلى نفس الوجهة، ما سهل الوصول إلى بيت عمي دون أن أتعرض لأي مساءلة أو تفتيش. وفي المساء حضر شخص اسمه إسماعيل، وكان يعمل مراسلا للجبهة في تلك الأنحاء، ليعرف ما إذا كنت نجوت أم قبض علي. فخرجت معه في نفس الليلة سيرا على الأقدام إلى قرية إنشيناق بالقرب من حجات، ضمن مناطق أهلنا البلين. ووصلنا قبل شروق الشمس، وفورا أخرجت الورقة وسلمتها للمناضلين أو المناضلين حقيقة، الزين ياسين وعمر حاج إدريس، اللذين كانا موجودان في تلك المنطقة. اللهم ارحمهما رحمة واسعة. أما الثانية فكانت تلك عندما اندلعت معركة في محيط إقامتنا بالقرب من حجات بين الجبهة والعدو الإثيوبي، لكنها انتهت سريعا، وفقدنا فيها أحد المناضلين وهو محمد خيري، ولم نعرف هل قتل أم أسر. وآخر مرة شوهد فيها كان خلال المعركة، وقد كان جريحا،
وصلتنا معلومة تؤكد أنه نقل إلى مستشفى مدينة كرم، له الرحمة. هنا طلب مني التأكد من المعلومة، فغادرت إلى كرم، وهي ليست بعيدة عن حجات. أقرب مدينة لحجات هي كرم. وكان أحد أعمامي مقيم هناك، فاستضافني في منزله. وفي الصباح اشتريت فاكهة جوافة للتمويه. طبعا الجوافة والليمون والمندرين يوسف أفندي في المنطقة في مدينة كرم كثيرة يعني. تضيف ضاحكة: 3 حبات. قالت 3 حبات، اشترت 3 حبات جوافة للتمويه. يعني طبعا ما في قدرة يعني. ودخلت المستشفى، وعندما وصلت رأيت المناضل، ولكن تجاهلته حسب التعليمات، إلا أن الحرس أوقفني وسألني: هل تريدين هذا؟ وأشار إليه، فأجبت: لا، ليس هو. يبدو أن الشخص الذي جئت من أجله قد خرج. فأشار إلى الجواف وقال: لم لم تعطيها هذا التعيس؟ ففعلت، وحمدت الله على إنجاز مهمتي بنجاح. بطولة. وفي طريق خروجي بغتة ظهر أمامي شخص كان عضوا في الجبهة. تم إبعاده بعد أن اتضح أنه يعمل جاسوسا لصالح العدو، ومنذ ذلك الوقت لم يره أحد. رمقني بنظرة وطاش صوابي، وخرجت مهرولة لا أعرف ماذا أفعل. توقفت واشتريت الكثير من الطماطم. الطماطم أرخص شوية. لا أعرف حتى الآن لماذا فعلت ذلك. كنت مرتبكة جدا، ثم توجهت إلى شارع جانبي مغمور بمياه الصرف الصحي تفوح منه رائحة نتنة للغاية، فعبرته. وبعد أن تجاوزته تأكدت أن الجاسوس لم يتبعني، فانتبهت إلى الرائحة الكريهة التي غمرتني، وإلى سلة كيس الطماطم يعني، فرميتها وحمدت الله أن المسألة انتهت إلى هذا الحد. ضحت بالطماطم زاد، خوفا منها أنه يعني قد يكون يعني برضو وعي يعني. بعد فترة من هذه الحادثة أخبرني أحدهم أنه قابل ذلك الشخص الجاسوس، فقال له: أعتذر عني لأم المناضلين، لقد أخفتها، وما كان ينبغي لمثلها أن تسلك ذلك الطريق القذر. هي أجبرت أن تدخل في هذا الطريق يعني ليس نظيفا يعني. أما المهمة الكبرى فقد كانت بحلول عام 1970 بعد المؤتمر، حيث تم افتتاح أول عيادة في منطقة دبرسالة وسط إريتريا، ودبرسلا يعني. وبدأنا نستقبل الكثير من الجرحى ونجري بعض العمليات الصغيرة. أما العمليات الكبيرة كنا نحولها إلى السودان. ومع أني كنت أعمل وحدي بين ممرضين ذكور كما أسلفت، قبل أن تنضم إلينا الممرضة فاطمة حسين، لكن افتتاح هذه العيادة ساهم في وصول عدد كبير من الممرضين من الجنسين. وأثناء عملي، تقول عمتنا بخيتة، أثناء عملي في هذه العيادة تعرضت لوعكة صحية وعدت إلى السودان. كان هذا آخر عهدي بالميدان. ذهبت إلى الخرطوم للعلاج، ثم عملت في عيادة الجبهة، وكانت في حي الديوم الشرقية، الديم يعني، وسط العاصمة الخرطوم. وعندما حدث انقلاب هاشم العطا، دي في فترة نميري طبعا، الانقلاب المعروف 71، عفوا 71 نعم، اتهمت السلطات السودانية جبهة التحرير الإريترية بالتعاطف مع الانقلابيين ومساندتهم. طبعا هنا يعني عدد كبير من الجبهة دفع الثمن الغالي. وبينما كنت في العيادة أحضر حقن لمريض يعاني ألما بالغا، داهمتنا قوات الأمن السودانية طبعا، وهتف أحدهم: ثابت! الجميع أرضا، لغة العساكر. ونحن على هذا الحال لاحظت مريضي يتألم. زحفت نحوه
فانتبه لحركة أحدهم. الجماعة قالوا لهم ثابت، فأخذني وأدخل رأسي في ماء البالوعة القذر. العساكر ديل عندما يركبهم جنون لا يرعوا ولا يعرفوا شيء، وضربني بكعب بندقيته على خاصرتي. أخذونا بعدها إلى السجن، وأفرج عنا في اليوم التالي مباشرة بعد صدور بيان يبرئ الجبهة من المشاركة في الانقلاب. تختم حديثها المناضلة عمتنا بخيت عبد الله فتقول: الآن مع تغير الظروف ومعاناتي مع المرض، لم أعد أتابع ما يجري من أحداث بشكل مستمر. 2020 الكلام ده قبل 5 سنين. إنما مقتطفات من هنا وهناك أسمعها، لا تكفي للحكم وإبداء الرأي. أما سابقا أستطيع القول إننا عملنا بكل حب وإخلاص وتفان من أجل قضيتنا ومبادئنا، فقد كانت الرؤية واضحة والأهداف محددة. ولو عاد الزمان وأتيحت لي فرصة الاختيار مرة أخرى، لكنت اخترت بخيت عبد الله المناضلة والممرضة. أنا ما أعرف والله، إن شاء الله تكون على قيد الحياة وتستمع هذه السيرة ونحن نقرأها. وأهيب بالمشاهد الكريم إذا كانت حية على قيد الحياة أن يسمعها هذا التاريخ الجميل. والله أنا سعيد جدا وأنا أقرأ. هو صعب جدا أن تقرأ أمام المشاهد من ما هو مكتوب، ولكن هذا وفاء لأهل الوفاء. أيها السادة والسيدات، أنتم مع قناة سلام الإعلامية المباركة، وحلقة في برنامج مع اللغة العربية. نقلب وإياكم سيداتي سادتي هذا الكتاب الذي كتبته أختنا العزيزة سهير قندفل، وتتحدث عن الشامخات، وهي سيرة مبكرة لمناضلات إريتريات. فاصل قصير وأعود إليكم أيها السادة والسيدات، فابقوا معنا مشكورين. بسم الله الرحمن الرحيم. عدنا إليكم أيها السادة والسيدات، وهذه قناة سلام الإعلامية المباركة، ومن خلالها تتابعون حلقة في برنامج مع اللغة العربية. طبعا لا نزال في الشامخات. الآن حديثنا عن رمان صالح، وعنونتها الجرأة والجمال. طبعا الحديث عن رمانة هو حديث عن بطولة يعني تتماهى مع شخصيته وقوته وجلد لها السلام والتحية. هي على قيد الحياة والحمد لله. إن شاء الله تستمع إلى هذا البرنامج. تقول سهير قندفل: كان لقاء شيقا في 9 من مارس 2021 مع الجميلة الجريئة. فقد عرفت رغم صغر سنها وقلة خبرتها وعدم معرفتها بأبجديات الحياة، عرفت معنى حب الوطن، فعشقت ترابه، وقدرت العمل الثوري والعسكري، وشاركت فيه بفعالية كبيرة لاحقا. كانت وهي طفلة لم تشب عن الطوق بعد، تشاهد المناضلين ذهابا وإيابا من وإلى مزرعة والدها عمنا صالح رحمة الله عليه. فرسخت تلك الصورة في ذهنها، ما حفزها لاحقا على الالتحاق بالثورة. إنها المناضلة الجميلة رمان صالح. ولدت في مدينة أغردات لوالد يمتهن الزراعة، وكانت أمها حليمة ربة منزل، أما زوجها فهو المناضل الشهيد الراحل مصطفى عبده، وأبنائها أختنا الراحلة الشهيدة منى ورانيا وماهر. أم شيماء منى رحمة الله عليك وأسكنك فسيح جناته. كان فراقها مر جدا للجميع يعني.
اللهم اغفر لها وارحمها. تحكي رمانة عن طفولتها وانبهارها بالجنود والزي العسكري، قائلة: كان لدى أبي مزرعة في واندرولي بضواحي أغردات. إن شاء الله أكون نطقتها صح يعني. وكان عضوا ملتزما بالجبهة ضمن فرع أغردات، والدها عمنا صالح. كان المناضلون يترددون على المزرعة، ويقوم أبي على ضيافتهم، وكنت أذهب إليهم للعب والترويح، وأشاهد المناضلين وهم يتحاورون مع أبي بصوت منخفض، وكانت دائما هناك طلبات وتعليمات لم أفهمها إلا لاحقا. وأذكر ذات مرة حضر أحد المناضلين واسمه صالح، وتحدث مع أبي واستلم منه أدوية وبعض المال عبارة عن اشتراكات عمال مزرعتنا، وبعدها ذهب الرجل، إلا أنه سرعان ما عاد وكان قد نسي شيئا. تخيل نسي إيش عزيزي المشاهد؟ قنبلة. فأخذها ومضى. يعني بنت صغيرة شافت لها قنابل. هذا المشهد، تقول رمان صالح، علق بذهني، وتساءلت عن ماهية هذا الشيء وكيف يستخدم. مشهد آخر تحكي عنه رمانة صالح فتقول: مشهد آخر لم أنسه أبدا، فهو زواج بنت عمتي في بلدة منصورة بالقرب من مدينة أغرداد. حضر بعض المناضلين وكنت أميزهم بين الناس وأنظر إليهم بهيبة ورهبة. حكاية أخرى حدثت عندما كنت مسافرة من أغرداد إلى كرن، وبعد بلدتي قرساي وإنجنري. إنجرني يقول الجماعة، لكن هي أصلا إيدجنريتا يعني. إيدجنري. تعرضنا لعملية نوعية، حيث اعترض المناضلون طريق البص وينزلوا الجماعة وأحرقوه. رسالة للعدو. الثورة دي فيها فعل ما لا يمكن أن تفعله وأنت عاقل، لأن الثورة هي جنون. جنون من أجل الحق يعني. تخيل نزلوا الركاب وحرقوا الأتوبيس. بعد أن أنزلوا الركاب فاضطررنا للسير على الأقدام إلى أن بلغنا بلدة عدردة. من قرساي إنجنري إلى عدردة مسافة يعني يمكن ساعتين على الأقدام ممكن. فجلبوا لنا بصا بديلا أقلنا إلى وجهتنا إلى مدينة كرن. إلا أن تفاصيل هذه العملية لم تبرح ذهني، فما زلت أتذكر منظر المناضلين وهم يعملون في صمت. تحكي عنه بعد فوق 50 سنة يعني. وآخر يبعد الركاب، والبعض يراقب المنطقة، وآخر جالس على الأرض يكتب في الغالب تقريرا عن العملية. يعني حار حار. مع كل هذه الصور والمشاهد التي رسخت في ذهني، فضلا عن التزام والدي بالجبهة وتربيته لنا على حب الوطن، وما مرت به مدينة أغرداد في تلك الفترة، أي ما مرت به، والمآسي التي تعرض لها الشعب الإريتري على يد الإثيوبيين، خصوصا تلك الجثث التي تعلق لإرهاب السكان وإثنائهم عن الالتحاق بجبهة التحرير الإريترية، وغيرها من الأحداث، دفعت بي عقب بلوغ المرحلة الثانوية الالتحاق إلى الجبهة. كان ذلك في أواخر 1973. التحاق رومانا طبعا بالجبهة كان حديث المدينة وحديث بركة العال وبركة حات كلها يعني. لأنه كان التحاقا مختلفا. طبيعة المهام قبل أن تلتحق بالجبهة كان عندها مهام، أو تقول بعد التحاقي بالجبهة، لكن كما ذكر من قبل كانت بتدخل بعض الأسلحة الخفيفة وهكذا يعني قبل الالتحاق.
بعد التحاقي بالجبهة لم أفارق أسرتي، ظللت أعيش معها. وكان عملي في البداية مقتصرا على توزيع المنشورات. كنت أخرج وألتقي بشخص يدعى سعيد صالح البطل الشهيد، وأستلم منه المنشورات لإيصالها إلى الجبهة أو الجهة المعنية. بعد أن تطور العمل تم تكليفي رفقة المناضلتين سمينيش هبتو وأبرهت ردا بإيصال متفجرات إلى محطة وقود تابعة لشركة شل. اجتمعنا ثلاثتنا في بيت سمينيش، وبعلم والدتها وأحد أفراد الشرطة كان مستأجرا جزءا من منزلهم وعضوا سريا في الجبهة، وقد ساعدنا كثيرا، أي ذلك الرجل. لكن والدة سمينيش كانت خائفة جدا، فخرجنا بالمتفجرات بعد أن وضعناها في سلة، أي في قفة زنبيل. كنا اثنتين تحملان السلة، فيما تسير الثالثة خلفنا لمراقبة الوضع. وكانت أكثرنا خوفا وهي تتبع خطانا وتراقب اهتزاز السلة وتخشى انفجار إحدى القنابل. والله بنات صغيرات يا أخي، يعني ممكن ماسكات القفف تتعثر واحدة يعني، وهي احتكاك بالقنبلة قد وقد. وما زاد خوفنا وتوترنا أن الوصول إلى هدفنا كان يقتضي المرور بوسط سوق المدينة، أي مدينة أبردات، حيث الكثير من دوريات الشرطة والجيش. لذلك فإن أي شك من أحدهم يعني فشل المهمة مرة وإلى الأبد. هنا أقول بأننا استفدنا كثيرا من صغر سننا، إذ لم يخطر ببالهم ونحن نمر بالقرب منهم أن صبايا صغيرات يمكن أن يحملن هذا السلاح وبهذه الجرأة نهارا جهارا وسط مدينة أو مركز المدينة. وصلنا وجهتنا بسلام وسلمنا سلة المتفجرات لأفراد طاقم حراسة محطة الوقود يتبعون للبوليس الإريتري. كانوا أعضاء سريين ملتزمين في الجبهة، وبدورهم سلموها للفدائيين الذين كانوا كامنين خلف المحطة، يعني عاملين كمين. كانت محطة الوقود الطلمبة تقع جوار البريد وبالقرب من مركز الشرطة، مسافات قريبة جدا. بعد المهمة عادت كل واحدة منا إلى منزلها، وكنت أسكن قرب محطة أجب للوقود، وكانت تحرس ليلا من قبل طور سراويت، عكس محطة شيل التي كان يتولى حراستها البوليس الإريتري دي، لأنه كانت بالقرب من المعسكر بتاعت الجيش. وقبل أن أبلغ منزلي تم تفجير مكتب البريد، فغيرت اتجاهي وذهبت إلى بيت صديقتي أسلموهم، والفدائيين هناك قاموا بالمهمة. عدت إلى منزلنا صباح اليوم التالي، فاستجوبتني جدتي رحمة الله عليها، لكنني آثرت الصمت. أخبرتني بأن والدي غاضب من قضاء ليلتي خارج المنزل، وبالفعل كان غاضبا أكثر مما تصورت. ويقال إنه مع أنه كان رجل هادئ عم صالح الذين عرفوه، لكنه في أوقات زي دي لما يسخن ويغضب كان شديد يعني. عند عودته من العمل لاحظت أن ثمة عصا من الخيزران مربوطة على دراجته الهوائية، العجلة يعني. وما هي إلا لحظات حتى تكومت على نفسي من شدة الضرب. مم. وعندما اعترفت له لم يصدق أنني أعمل مع الجبهة. طبعا كثرة الضرب الشديد، قالت له يا والدي قمنا بالمهمة. بعدها كلفت بعملية غاية في السرية، وكانت ناجحة وحققنا ما نريد منها، ولكن بسببها كشف أمري وأصبحت معروفة لدى السلطات الإثيوبية.
فصار وجودي في أغردات خطرا على نفسي وعلى الجبهة، فصدر الأمر بضرورة خروجي من المدينة فورا. في ليلتها خرجت. أيام الميدان تحكي الآن عن الميدان كيف كان في وقتها. سنتوقف بعد أن نكمل ونقرأ شيئا مما أبدت به أو أدلت به. الجبهة كانت بيتنا الكبرى، وكنا إخوة. هناك اهتمام ورعاية من الكل يقدم المساعدة. خرجت مع أحدهم، وكان هناك شخصا ينتظرنا على متن سيارة أجرة تاكسي، وما أن صعدت حتى تعرفت على السائق خروجا من المدينة، إلا أن المناضلين طلبوا منه التزام الصمت، وأوصلوني إلى ضواحي أغردات حيث يوجد الفدائيون، وتركوني معهم وذهبوا إلى شأنهم. كنت البنت الوحيدة مع الفدائيين، وكانت فترة صعبة جدا. نادرا ما كنا نستقر في مكان واحد لأكثر من 4 أو 5 ساعات. كنا في حركة كر وفر، نسير على أقدامنا مسافات طويلة في طرق وعرة حتى نتجنب الوقوع في كمين. وأذكر مرة أن أحد أصابع قدمي التصق بحذائي، حذاء الباتة، ولم أستطع إخراجه، فاضطر رفاقي الثوار إلى تمزيق الحذاء. التصق من كثرة السخانة. كان الأكل عن طريق الصدفة، وأذكر أننا لم نجد حليبا لنضيفه إلى العصيدة، القشيشة يعني. كان الثوار يذوبون بعض الدقيق ويصبون عليه. بعد فترة من التنقل وعدم الاستقرار، وجهت إلى القيادة عن طريق المناضل عبد القادر رمضان، الشهيد الذي استشهد في دنكاليا. سألني، قالت عبد القادر رمضان، قال لها: ماذا تريدين أن تفعلي؟ كانت هناك العديد من الخيارات، فأجبته: أريد أن أدرس. وافقوا وأرسلوني إلى مدينة كسلة بشرق السودان، صغيرة يعني، سيرا على الأقدام رفقة أحد الثوار، وكان يحمل بندقية كلاشنكوف، بينما كنت أحمل قنبلة. خلاص ما بقت مغادلة. كان رجلا طيبا حافظ علي إلى أن بلغنا وجهتنا. ومن المواقف التي واجهتنا في هذه الرحلة أنه عندما وصلنا قرية عد عمر بالقرب من مدينة تسني على الحدود السودانية، كانت أول من رأتنا عند مدخل القرية امرأة، فوقفت مشدوهة تنظر إلينا باستغراب، وزادت دهشتها عندما اقتربنا منها، لأنها لأول مرة في حياتها ترى امرأة مجندة. وقالت لي باللغة المحلية لسكان القرية: ماذا تفعلين؟ متودى لك يعني. قضينا ليلتنا معها وأكرمتنا غاية الكرم. طبعا أخذنا رمانة تتحدث العربية بطلاقة يعني. واصلنا رحلتنا نحو الحدود السودانية، فوجدنا أنفسنا في منطقة جبلية يمر بها واد كبير، فنزلناه. وبينما ذهب رفيقي إلى بعض أموري، كنت جالسة في عمق الوادي لوحدي. تأخر عني كثيرا، فصرت أنادي بصوت عالي: منصور، منصور. وكان الصدى يردد صوتي. وكانت هذه المرة الأولى في حياتي أختبر هذا الأمر، أي رجع الصدى. فخفت خوفا شديدا، ظانة أن ثمة شخص أو قوة خفية أو كائن ما يقلدني. لاحقا أخبرني منصور أن هذا اسمه صدى الصوت، ويكون أقوى في الأودية الجبلية. طبعا في كسلة استضافني بيت المناضل محمود إسماعيل رحمة الله عليه، وقد أكرمتني زوجته فاطمة حجي أيما كرم. بعدها بشهر سافرت إلى الخرطوم، وكنت ضيفة مسؤول جبهة التحرير الإريترية محمود محمد صالح حنجمنجي، هكذا كان معروف، الأستاذ محمود عليه الرحمة. وفي الخرطوم قابلت المناضلين آدم قندفل وعلي محمد صالح.
سعد سفير شوم، له التحية ولعمنا آدم الرحمة. واستغرب قندفل من وجودي هنا وسألني: ما الذي أتى بك؟ الجابك شنو يعني؟ فأخبرتهما برغبتي في الدراسة فوافقا وأرسلا اسمي من أجل الحصول على المنحة. لكن بعد انتظار شهرين شعرت بالملل. جبهتي كان فيها ملل كثير. و- وبدأت أفكر في رفاق المناضلين الذين يتكبدون المشقة من أجل هذا الوطن وما يعانونه في سبيل ذلك، بينما أنا في الخرطوم لا أفعل شيئا سوى الجلوس والانتظار. فبدأت أحاسب نفسي: فالوطن أمانة في أعناقنا، ويجب على الكل أن يتحمل المسؤولية. كنت أجلس هنا ورفاقي، كيف أجلس هنا ورفاقي الثوار هناك يواجهون الموت؟ فقررت العودة إلى الميدان. وبعد عودتي بوقت قليل وصلت المنحة كما علمت لاحقا. شوف، رجعت من الخرطوم. بالله شنو الهسي اللي يخلي المنحة دي تتأخر منا؟ وهي تلك اليافعة صغيرة وقامت بهذا العمل الفدائي. يا جبهة التحرير، قلناها من بدري. سنواصل وسنكتفي بأختنا رمانة. تقول في العودة إلى الميدان: عزيزي المشاهد، عند عودتي لاحظت العدد الكبير من النساء اللاتي التحقن بالثورة. كان ضمنهن 14 امرأة من المرتفعات الإريترية. فانضممت إليهن وخضنا تدريبات قاسية وشاقة. في الصباح تدريب، ثم استراحة الإفطار، ثم تدريب، وهكذا دواليك كما يقول. وكان يقول شيخنا الأشقر رحمة الله عليه. ورغم ذلك كانت هناك العديد من المواقف، أذكر منها أنه كان لدينا مدربين سوريين لهم وضعا خاصا بالنسبة للأكل، مطبخ خاص ووجبات مختلفة. كانوا يتواصلون معي لأني الوحيدة التي تتحدث العربية ضمن هذه المجموعة. كانوا يعطفون علي لصغر سني، يعطونني بعض الفواكه. وأذكر مرة أعطوني علبة أناناس، فتحتها في طريقي وشربت من مائها قليلا، ثم تذكرت زميلاتي 14 فذهبت بها إليهن فوجدتهن يفترشن أرض الوادي. وعندما شاهدنني من بعيد وأنا أحمل علبة الأناناس هجمن علي، اتلموا على العلبة زي النمل بتقول. وبعدها كنا عندما نتسامر بعد انتهاء التدريب تتساءل إحداهن: ألم يتحدث معك السوريون اليوم؟ ألم يعطوك وبعدها ينفجرن بالضحك كما ننفجر نحن. طبعا الإنسان يعني تلك مسغبة. أما الموقف الثاني، كما تقول رمانة صالح لها السلام والتحية، حدث في نفس المكان وقد كان خطيرا جدا، حيث دأبنا على رفع العلم الإريتري على السارية صباحا وإنزاله مساء. لكن في هذا اليوم تحديدا طلب منا نحن المناضلات القيام بذلك. وعندما هممنا برفعه صوب أحد الثوار بندقيته نحونا وطلب منا التوقف محتجا: كيف ترفع النساء العلم؟ لكن تمكن منه الرفاق قبل أن يفتح علينا النار. لا إله إلا الله. أنا ما أقول لكم الثوار هو شيء من الجنون يعني. حالات انتحارية غريبة تحكيها رمانة صالح. كما ذكرت كانت الأوضاع المعيشية صعبة جدا. تواصل رمانة: ولك أن تتخيلي ثورة في حالة كر وفر، والثوار معرضون للموت في أي لحظة. لذا كان الأكل آخر اهتمامنا. كنا نأكل الموجود والمتوفر في لحظة الجوع فقط. وفي حالة الاستقرار في المعسكرات كان الأكل عبارة عن كوب من العدس يغلى في قدر الحلة بماء ساخن ويؤكل مع قراصة فقط. وكان بعض الجنود يصطادون السلاحف ويأكلون لحمها. أما الماء فلم يكن متوفرا. كنا نشرب أي ماء نصادفه بغض النظر عن تلوثه. وكنا في الليل نفترش الأرض الصلبة.
قصدي من هذا السرد أن الحياة لم تكن سهلة أبدا كما تقول رومانا. وكان بعض الملتحقين الجدد بالثورة، خصوصا من سكان المرتفعات الإريترية وبعض الذين كانوا يعيشون عيشة هنية، جاءوا في تصورهم أن الجبهة بكل هذه الإنجازات ستنتصر وتحرر البلد قريبا. ولكن طال عليهم الأمد فلم يتحملوا الوضع، وظهرت حالات هلوسة وتعب، وبعضهم أصابته أمراض مختلفة، وحدثت بعض حالات الانتحار نتيجة لذلك. وكانت تلك حالات غريبة على الثوار والمناضلين، إذ إنهم خرجوا للتضحية بأرواحهم من أجل قضيتهم، فلماذا ينتحرون؟ تختم حديثها فتقول عن المرأة والوطن: عندما بدأت موجات اللجوء الإريتري للسودان، علمت أن أسرتي ذهبت إلى السودان واستقر بها المقام بمدينة كسلة، فذهبت لرؤيتها ومكثت معها زهاء شهر، ثم عدت إلى الميدان. والله جنون الميدان ده والولف كتال كما يقال. تخيل، بعد مع كل المآسي شافت أهله وبرضه خلته موجات. ثم عدت إلى الميدان رغم إصرار والدي على بقائي، حيث قال لي: يكفي، لقد قدمت الكثير ولن أتركك تعودين. لكن وافق بعد أن أقنعته بالذهاب والعودة مجددا، وبالفعل تركت الميدان نهائيا بعد 3 أشهر من ذلك، وانخرطت في النضال الميداني. هي برت بوعدها، حيث تطوعت بالهلال الأحمر. وهذه التجربة علمتني، وأنا التي كنت أتحسر على أيام الميدان، أن الإنسان يمكن أن يخدم بلده من مواقع كثيرة ومختلفة طالما لديه الرغبة والإرادة. أما بالنسبة لاتحاد المرأة فلم أكن على صلة به عندما كنت أقاتل في الميدان، وكذلك كنت ضد إثارة موضوع حقوق المرأة وأمور من هذا القبيل في ظل وجودنا في الميدان، ونحن نقاتل العدو من أجل تحرير وطننا وانتزاع حقوقنا وتثبيت أركان دولتنا. ومن أجل ذلك على الجميع رجال ونساء أن يعملوا جنبا إلى جنب من أجل تحقيق هذه الأهداف الرئيسية. بعدها يمكن النظر في الأمور الأخرى. فقد كانت وما زالت جزءا لا يتجزأ من هذا الوطن. كافحت مع والدها وأخوها وزوجها وابنها وقدمت الكثير. فهي بذاتها وطن، إذا صلحت صلح الوطن، وإذا فسدت فسد الوطن. وحب الوطن لا يعني حب الأرض فقط، بل حب الإنسان أيضا. ولا أعني بالإنسان دينه أو قبيلته، إنما إنسانيته التي كرمه الله بها. لذا أحب الوطن بكل أطيافه، ولا تنسوا الشهداء. هذه وصية ما شاء الله أختنا الأستاذة رمانة صالح. هذه صورتها، رمانة صالح، لك التحية والسلام. وبرضو دي صورة عمتنا بخيتة، فيك الصحة والعافية. ودي صورة أم كلثوم، يديك الصحة والعافية. ودي صورة طبعا أختنا سهير دندفل. والله أنا من أكثر الكتب، مع أنه مختصرة جدا وسيرة مقتضبة، لكن من أكثر الكتب التي قاعد يعني استمتعت في قراءتها، واستمتع أكثر وأنا أقدمها للمشاهد الكريم، لأنها سيرة عطرة. إن شاء الله في الحلقة القادمة سنتحدث عن آمنة حامد إدريس عواتي، عن أبيها القائد وأمها وهي تتحدث. وسنتحدث عن سيرة زفان ولد ميكائيل القوية الصامدة، وابنتها إلسا مسفن الجميلة المتفانية. وسنتحدث كذلك عن اللقاءات غير المباشرة لفاطمة محموداي، وكذلك المناضلة آمنة بخيت حدوة، وفاطمة محمد علي، وسعدية تسفو. وسنكمل الحديث بأختنا سعدية تسفو، لها الرحمة والمغفرة. أيها السادة والسيدات، من قناة سلامة الإعلامية المباركة، هذا أحمد شريف يحييكم مرة أخرى برفقة الزملاء المخرجين والفنيين والإداريين. وآمل أن تكونوا استفدتم، ويعني
عرفتم شيئا من تاريخ أمهاتكم، أخواتكم، وكذلك بطولات وتضحيات المرأة الإريترية. أيها السادة والسيدات، يقول الحق سبحانه وتعالى في كتابه العزيز: لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين. صدق الله العظيم. ويقول الشاعر العربي: الحي حي من حياة لسانه، فإذا أبيد من اللسان أبيد. ألتقيكم بحوله تعالى في الحلقة المقبلة. حتى ذلكم الحين أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.